تخيل تبقى بطل افريقيا 3 مرات على التوالي، وبأداء مبهر في معظم مباريات ال3 بطولات، وكمان تتسبب في دهشة للعالم في كأس القارات 2009 لما تلعب إيطاليا والبرازيل، وتبقى منافس قوي جدا على بطاقة التأهل لكأس العالم 2010 وتخسر التأهل بعد مباراة فاصلة مع الجزائر، وبعد كل ده ما تقدرش تتأهل لبطولة كأس الأمم. متخيل؟ لا، عايزك كمان تحاول تتخيل إنها مش مرة ولا مرتين، دول 3 مرات على التوالي ما نقدرش نصعد بطولتنا المفضلة كأس الأمم الإفريقية. واخيرا وبعد طول انتظار بنقدر نتأهل لبطولة كأس الأمم 2017 بالجابون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم. أنا أحمد خليفة، وهنتكلم النهاردة عن مشوار مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية الجابون 2017. بعد ثورة يناير 2011 بدأ كيرف المنتخب اللي كان في قمته لحد سنة 2010 إنه ينزل، ومش أي نزول، ده خد غطس ونزل الأعماق. مصر صاحبة الرقم القياسي للتتويج بلقب كأس الأمم كانت بتعاني في تصفيات كأس أفريقيا 2012 بعد ما وقعت في مجموعة في منتهى السهولة بتضم مصر والنيجر وسيراليون وجنوب أفريقيا. لكن للأسف مصر احتلت المركز الأخير في المجموعة برصيد 5 نقط وما قدرتش تتأهل للبطولة. كارثة عدم التأهل كانت صدمة كبيرة جدا للجمهور المصري اللي كان بيفكر هل هيقدر يتوج باللقب الثامن في التاريخ والرابع على التوالي ولا لأ. محدش كان متخيل اننا ممكن نخرج من التصفيات، خصوصا من مجموعه تافهه زي دي، لكن ما كانش قدامنا حل غير اننا نرضى بالامر الواقع اللي اتفرض علينا. والعزاء الوحيد ان كان في بطوله هتقام بعدها بسنه واحده بس، وده عشان يبعدوا كاس افريقيا عن كاس العالم ويكون بيتلعب في سنوات فرديه وليست زوجيه، فبالتالي اتحدد ميعاد البطوله اللي جايه في 2013. تصفيات 2013 كانت اسهل من تصفيات 2012 اساسا. مفيش مجموعات، مباراة ذهاب وعودة مع فريق افريقي تصنيفه اقل بكتير قوي من مصر. مصر وقعت في القرعة مع منتخب جمهورية افريقيا الوسطى. ايه جمهورية افريقيا الوسطى دي؟ منتخب اول مرة اسمع عنه اساسا، فطبيعي هنكسب يعني وبسكور كمان وهنتأهل وما فيهاش كلام دي. لكن اللي حصل ما كانش كده للأسف. مصر خسرت مباراة الذهاب 3-2 وتعادلت في مباراة الإياب 1-1 عشان تخسر في مجموع المباراتين 4-3 من فريق أول مرة نعرف إنه موجود في الدنيا من الأساس. الوقت ده كانت مصر سياسيا غير مستقرة، والناس برضو ما كانتش مركزة قوي في الكورة، وعلى الرغم من الانتقادات الكتيرة اللي توجهت للمنتخب وقتها، إلا إن الناس تقبلت الوضع وعدته، عشان برضو ما عندناش حل تاني غير تقبل الموضوع ومحاولة التأقلم على الوضع الجديد اللي المنتخب بقى فيه. طبعا الفترة دي كانت فترة تغيير دم للمنتخب، لعيبة كتيرة سنها كبير وما بقتش قادرة تدي زي الأول، زي أحمد حسن وحسام غالي، وائل جمعة، بركات، عمرو زكي، عماد متعب، أبو تريكة. لا بلاش تريكة، عشان كده أبو تريكة جامد حتى لو بيلعب بربع لياقته. طبعا بعد عدم التأهل لبطولة أفريقيا 2012 اتحاد الكورة قرر إنه يقيل أسطورة التدريب المصري حسن شحاتة ويستبدله ببوب برادلي اللي كان بيقود منتخب أمريكا في كأس القارات 2009 وقدر يفوز على مصر في آخر مباراة في المجموعة 3-0. برادلي اللي تولى القيادة الفنية للمنتخب من 2011 لحد 2013 أدى مع المنتخب فترة ذكرياتها صعبة شوية على الجمهور المصري. هو ما قدرش يتأهل لبطولة افريقيا 2013 وكمان ما قدرش يتأهل لكأس العالم بعد نكسة الخسارة الشهيرة قدام غانا بنتيجة 6-1. بعد عدم التأهل لكأس العالم 2014 ولبطولة افريقيا 2013 انتهت فترة بوب برادلي مع منتخب مصر، وجه كابتن شوقي غريب اللي كانت أهم مهمة بالنسبة له هي التأهل لبطولة الأمم الإفريقية 2015. مصر كانت وقعت في مجموعة بتضم مصر وتونس والسنغال وبوتسوانا، وللأسف برضه مصر ما قدرتش تتأهل بعد ما احتلت المركز الثالث في المجموعة برصيد 6 نقط. بعد إقصاء مصر من التصفيات تولى القيادة الفنية للمنتخب الأرجنتيني المخضرم هيكتور كوبر. كوبر فترته مع المنتخب كانت فترة ناجحة بكل المقاييس. كوبر في 3 سنين مع منتخب مصر لعب 39 مباراة، كسب 19 وتعادل 7 وخسر 12. في بداية تولي هيكتور كوبر منتخب مصر كان عنده مهمتين صعبين جدا جدا. الأولى تأهل منتخب مصر لكأس أفريقيا 2017، والتانية التأهل لكأس العالم روسيا 2018. مصر في تصفيات كأس أفريقيا وقعت في مجموعة بتضم مصر ونيجيريا وتشاد وتنزانيا، والحقيقة إن مصر قدرت تتأهل بعد ما فازت في كل مباريات المجموعة باستثناء لقاء نيجيريا في نيجيريا اللي انتهى بالتعادل 1-1.
يمكن الأداء كان عليه علامات استفهام كتير، لكن بالنسبة للنتائج فهي كانت على أحسن ما يرام. والكلام ده في تصفيات إفريقيا وكمان في تصفيات كأس العالم اللي أخيرا وبعد طول انتظار من سنة 90 وعلى مدار 28 سنة قدرنا في الآخر نتأهل والحمد لله. قبل كأس إفريقيا 2017 محدش كان متوقع أداء كبير للمنتخب. آخر طموحاتنا وقتها إننا نصعد من دور المجموعات، خصوصا إنك غايب عن البطولة بقالك 3 دورات، فالناس كانت بالنسبة لها مجرد التأهل والأداء الكويس دي حاجة في منتهى الجمال. لكن الحقيقة اللي حصل في البطولة دي أثبت إن مصر دخلت البطولة بكبرياء الأبطال. مصر وقعت في مجموعة بتضم مصر ومالي وغانا وأوغندا. أول مباراة لمصر هي مباراة مالي. خد بالك دي مش أول مباراة في البطولة بس، لأ، دي أول مباراة في بطولة إفريقيا من ساعة مباراة مصر وغانا في نهائي 2010 اللي خلص بجول جده. الناس وحشها المنتخب في كأس إفريقيا، وده اللي ادى أهمية للمباراة. بدأت المباراة وبدأ معاها تاريخ جديد لمصر في بطولات أفريقيا. مباراة مالي كانت مباراة فنيا ضعيفة لمنتخب مصر، كان في خوف وحذر من المنتخبين، وده انعكس على أداء اللعيبة داخل أرض الملعب، وده اللي أدى إن المباراة تنتهي 0-0. لكن أداء المنتخب في المباراة دي ما كانش سيء، يمكن ما كانش مبهر، بس بالنسبة لي كان مقبول جدا في أول مباراة إفريقية من 8 سنين كاملة. بعدها ب4 أيام كان عندنا لقاء أوغندا. طبعا أوغندا كاسم في الكورة اختلف تماما عن أوغندا اللي كنا لما بنحب نرجع الثقة لمنتخبنا بعد أي هزيمة بنجيبها نعبيها 6 ونأكلهم ونديهم فلوس المواصلات ونقول لهم روحوا، مع كامل احترامي يعني. لكن أوغندا في الوقت ده كان منتخب رخم جدا وفيه لعيبة مميزة، وكانت مباراة في منتهى الصعوبة، خصوصا إن عندهم لعيبة زي دينيس أونيانجو حارس سان داونز وفاروق مية لاعب ستاندرد ليج البلجيكي. أصلا منتخب أوغندا كان موجود معانا في مجموعتنا في تصفيات كأس العالم، وكان وقتها في المركز الثاني في المجموعة بعد مرور جولتين برصيد 4 نقط ورا مصر المتصدر برصيد 6 نقط. المباراة فعلا كانت عصيبة، ورغم المحاولات الكتير لمنتخب مصر على مرمى أوغندا فضل التعادل السلبي مسيطر على اللقاء لحد ما جه الفرج عن طريق عبد الله السعيد في الدقيقة 89 من المباراة، وانتهى اللقاء 1-0 وقدرنا ناخد أول 3 نقط بعد العودة لأفريقيا. آخر مباراة في المجموعة كانت مباراة غانا. طبعا أنا مش عايز أوصف لك غانا في الوقت ده كانت عاملة إزاي، بس كل اللي هقوله لك إن أغلب الجيل ده هو اللي شايل منتخب مصر 6-1 في تصفيات كأس العالم 2014. كان في طار بيننا وبينهم كده، وخد بالك ده على الرغم من إننا قبلها بشهرين كنا فوزنا عليهم 2-0 في استاد برج العرب في تصفيات كأس العالم. منتخب مصر في مباراة غانا في البطولة دي أدى أداء مبهر، أفضل أداء له في خلال البطولة كلها، ويمكن خلال كمان تصفيات كأس العالم. سيطر منتخب مصر على كل مجريات المباراة، ثقة في النفس، هدوء، ثبات في الملعب يخلوك تتفاجئ، وكأنك رجعت تتفرج تاني على جيل تريكا ومتعب وزكي وجمعة. وبعد 11 دقيقة بالظبط قدر محمد صلاح انه يحط صاروخ في المرمى من ضربة حرة مباشرة من بره المنطقة، راحت على يمين الحارس اللي وقف يتفرج عليها زيه زي العارضة اللي جنبه بالظبط. بعدها كمل منتخب مصر الأداء المبهر طول اللقاء، وقدر يمنع خطورة منتخب غانا المرعب اللي عندهم شوية سفاحين قدام زي أندريا آيو أسامواجيان ومبارك وكاسو وغيرهم. لكن إبداع عبد الله السعيد في خط النص مع صلابة طارق حامد وانطلاقات تريزيجيه ومحمد صلاح ومن وراهم حجازي وجبر والحضري خلوا منتخب مصر يظهر بشكل أكتر من رائع، ويقدر يحسم اللقاء بنتيجة 1-0 عشان يتأهل أول مجموعة برصيد 7 نقط. لكن المشكلة بقى هنا إن تأهل منتخب مصر أول مجموعة كان معناه إنك هتلاعب في دور ال8 منتخب غانا، يعني مباراة كلمة صعبة دي قليلة جدا عليها، مش بس لقوة منتخب المغرب اللي كان بيضم لعيبة مميزة جدا وقتها زي مبارك بوسوفة وأشرف حكيمي ومهدي بن عطية وغيرهم، لكن كمان انت هتلاعب منتخب عربي من شمال أفريقيا، واحنا في المواجهات العربية دي مش قد كده. ده غير انه مش اي فريق عربي، ده المغرب اللي اخر مرة كسبته كان في نص نهائي 86 بجول طاهر ابو زيد. المباراة دي الحقيقة كانت متكافئة في معظم اوقاتها، ولو ان في فترات كتيرة برضو منتخب المغرب قدر يشكل خطورة كبيرة وكان افضل في ارض الملعب، لكن منتخب مصر قدر يحقق الفوز عن طريق هدف كهربا اللي جه في الدقيقة 87. الحقيقة ان الفرحة بالمباراة دي كانت فرحتين، فرحة التأهل لنص النهائي وفرحة الفوز على المغرب وفك العقدة أخيرا. وما كانش مهم خالص إن حد يركز في الأداء، المهم إننا قدرنا نعمل نتيجة إيجابية ونكسب ونعدي، حتى لو هنتعامل بمبدأ انتش واجري عادي.
اتأهلت مصر للمربع الذهبي عشان تقابل منتخب تقيل جدا اسمه بوركينا فاسو، اللي قدر يصعد في المركز الأول في مجموعته اللي كانت بتضم الكاميرون وغينيا بيساو والجابون منظم البطولة. ومش بس كده، لا ده كمان قدر يخرج منتخب تونس في دور الثمانية بعد ما فاز عليه 2-0. واللي حسبناه بالظبط لقيناه، مباراة صعبة جدا، خطورة شديدة من منتخب بوركينا على مرمى عصام الحضري اللي كان متألق، وهو أصلا الحقيقة مع منتخب مصر دايما متألق. ورغم ان مصر قدرت تتقدم عن طريق احلى اهداف صلاح مع المنتخب في الدقيقه 65، الا ان بوركينا قدرت تتعادل بسرعه في الدقيقه 72، واستمرت نتيجه التعادل لحد نهايه المباراه والوقت الاصلي عشان نلجا لركلات الترجيح اللي عصام الحضري بيأكد للمره المليون فيها على انه اسطوره لن تتكرر، وقدر يصد فيها ضربتين جزاء. وعلى الرغم ان مصر ضيعت ضربه الا انها قدرت تفوز بفضل ربنا ثم الحضري وتتأهل للنهائي. مصر في النهائي قابلت منتخب الكاميرون اللي كان له قصه كده قبل البطوله. قبل البطوله في 7 من نجوم الصف الاول لمنتخب الكاميرون رفضوا تمثيل منتخب الكاميرون: جويل ماتيب، الان نيوم، اندريا اونانا، جان داي، بونجي، انجيسيا. اضطر مدرب المنتخب هوجو جروس انه يستدعي لعيبه الصف الثاني للمنتخب اللي اثبتوا لكل افريقيا ولكل زمايلهم انهم كانوا على قد المسؤوليه. ورغم ان منتخب مصر دخل اللقاء قوي جدا وكان في معظم احداث المباراه افضل بكتير من الكاميرون، وكمان اتقدمنا بهدف مبكر عن طريق محمد النني في الدقيقه 17، ورغم كمان ان كل الجمهور وقتها كان بدأ يحتفل بالبطوله واللقب الثامن، الناس خلاص كانت حست انها خدت البطوله وكانوا بيفكروا هيحتفلوا ازاي بعد نهايه المباراه. لكن للاسف الفرحه ما كملتش، وقدر منتخب الكاميرون انه يتعادل في الدقيقه 59 عشان يصعب المهمه على منتخب مصر. لكن لسه بدري ونقدر نجيب هدف تاني ونخلص الموضوع، خصوصا اننا افضل جوه ارض الملعب وفرق الجوده بين لاعبي المنتخبين واضح جدا انه لصالح مصر. الهدف الثاني للكاميرون اللي جابه ابو بكر في الدقيقه 87 من المباراه نزل على الناس كانه دش ساقع في عز البرد. الناس اتصدمت بعد ما كانوا خلاص حسوا ان الكاس في ايديهم، مره واحده صحيوا على كابوس. معقول منتخب مصر خسران 2-1 وفاضل دقيقتين وبس والبطوله كده ضاعت؟ وللاسف البطوله فعلا كانت ضاعت. بس على الرغم من اننا ما قدرناش نكسب البطوله دي الا اننا لازم نشيد باللي حصل في البطوله. انا عارف كويس انك زعلان على اللقب وفاهم جدا موقفك لانك بتشجع لاكبر ابطال البطوله، لكن ده ما يمنعش اننا نشيد بجيل قدر يتاهل لنهائي بطوله غايبين عنها بقالنا 6 سنين، وكمان قدر يتاهل كاس عالم بعد غياب 28 سنه. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك للفيديو، تشترك في القناه وتفعل الجرس. شكرا واشوفكم على خير.